في لحظة واحدة لقيت راسي كنجول وسط الغرف ديال القصر، كنسمع شي ناس كيقراو اللطيف. حنا العسكر ما كنتيقوش. اعتبرت اللطيف اللي كنسمع على انه فخ كينصبوا ليا شي واحد، ولكن بعد ما ترددت رجعت الثقة ديالي مادام انني مسلح بما فيه الكفاية. توجهت نحو مصدر الصوت، دقيت في الباب بكل قوة وطلبت من الناس اللي لداخل باش يخرجوا هازين يديهم للسما، وهددتهم باش يمتثلوا. وفعلا امتثلوا للأوامر. ما كنتش كنعرفهم، وهاد الناس ما كانوا إلا الملك الراحل الحسن الثاني شخصيا، والجنرال أوفقير، ومدير الأمن أحمد الدليمي، والوزير الأول أحمد العراقي، ومولاي أحمد العلوي، وطيار الملك، وشي ناس اخرين. طلبت من هاد الناس الغرباء بالنسبة ليا باش يوقفوا في صف واحد جنب الحيط وينزلوا يديهم وسلاحهم موجه في اتجاههم. قبل ما نكملوا هاد المشهد اللي كيحكيه الكولونيل كنوش محوش، السارجنت الشاب اللي غيكون الشخصية المحورية اللي غتقلب الأحداث ليلة انقلاب الصخيرات، غادي خاصنا نرجعوا بفلاش باك ل3 سوايع قبل من هاد المشهد. هاد المرة غادي نشوفوا الانقلاب من زاوية أخرى، من زاوية أوفياء الملك. الكولونيل كنوش محوش من مواليد جورج يوليو سنة 1948 بأغنول، وهي منطقة ريفية تابعة إداريا لإقليم تازة، وهي نفس القبيلة اللي كينحدر منها كل من محمد المذبوح ومحمد عبابو. غادي يتنقل في الدراسة ديالو الابتدائية ما بين إنزغان وأكادير والخميسات ووجدة، غيرجع مرة أخرى للخميسات ثم الرباط اللي غادي يشد فيها البكالوريا ديالو. سنة 1966 غادي يلتحق بالأكاديمية العسكرية بمكناس اللي غادي يتخرج منها برتبة رقيب. وهكا بعد ما فرقهم القدر من جبال الريف غادي يجمعهم مرة أخرى وسط قلب الأطلس أهرمومو. دائما ما كانت واحد الفقرة من كتاب من الصخيرات إلى تزممارت، تذكرة ذهاب وإياب إلى الجحيم، كتلمع وسط الكتاب، وهي اللي غتكون مصدر هالبيوغرافيا اليوم. نص بابو القبطان شلاط نائبا عنه وطلب من مسلحيه أن يتبعوه، بعد أن ترك الطلبة الضباط في حراسة الإذاعة والتلفزيون التي أصبحت محطة ثورية أو انقلابية حسب زاوية النظر. وهذا ما كان البعض ينتظر الحسم فيه. هؤلاء المنافقون كانوا مستعدين لتغيير ولائهم في أي لحظة، والانتصار لمن ينتصر. الله ينصر اللي يصبح كما يقول المثل. المهم هو الذي لا يضيع امتيازاتهم ومصالحهم. ولطالما تساءلت مع نفسي وإلى حدود الآن ما زلت أتساءل، لماذا لم يحاول أي واحد منهم أن يستل مسدسه ويقتل عبابه؟ والحال أن تلامذة مدرسة أهرمومو جمعوا نقالتين من الأسلحة، مسدسات 7.57 ملم وأخرى من طراز 9 ملم، ورشاشات قابلة للثني من صنع كوبي. من الرهائن ومنهم من كان يخدم الدولة، وكان من المفروض والواجب أن يموت دفاعا عن رئيس الدولة، وللأسف لم يجرؤ أحد من هؤلاء المنافقين على ذلك. لطالما وانا كنقرا على انقلاب الصخيرات ما بقاو راسخين في ذهني شخصيات مرات في القصة كلمح البصر، ولكن ما يمكنش ننساها أو تجاوزها. غادي تتوقف في الشاحنات في مدخل القصر، غادي ينزل عبابو والمسدس ديالو في يدو، غادي يتقدم عنده الدركي رئيس المجموعة اللي كتكون من مطار وضابط من البارا وواحد من الحرس الملكي وشرطي سري. غادي يتقدم عبابو بالمسدس ديالو في جهة الدركي وغيقول ليه حل الباب. غيجاوبو الدركي مون كولونيل عطيني الرخصة ديالك. غيجاوبو عبابو قلك حل الباب. لا مون كولونيل ممنوع الدخول بدون رخصة. جاوبو عبابو بغضب حيد من قدامي ولا غنقتلك. هنا الدركي من القلائل اللي غيكونوا حاسمين في هذا الانقلاب، مجرد ما قال لي حيد ولا غنقتلك استل المسدس ديالو من جنبه
وجهه في اتجاه محمد عبابو وأطلق الرصاصة الأولى في الانقلاب. هاد الرصاصة اللي جات في اليد اليسرى ديال عبابو على بعد سنتيمترات قليلة من القلب. عبابو اللي كان شاد المسدس باليد اليمنى وغادي يرد عليه بسرعة كبيرة بطلقة اخترقات الصدر ديالو اللي غتنهي حياة هاد الدركي المجهول. في هاد الأثناء محمد عبابو أخ محمد عبابو وقف قدام الباب وأمر الدركي باش يحليه الباب. هنا غيصادف الكولونيل عبد القادر لوباريس اللي غيدير واحد المشهد غيبقى خالد خلود قصة انقلاب الصخيرات. غير تواجه مع عبابو صافي كضابط سامي بكل عنفوان وكبريائه ما يمكنش يهرب ولا ينهزم. ضابط من طراز الرفيع ما كيخافش من الموت. والمشهد اللي غنوصفوه دابا غادي يأكد لينا قمة الشجاعة والوفاء ديال المقدام عبد القادر لوباريس. ترجل محمد عبابو عن سيارته الجيب. توجه الكولونيل نحوه وهو يصرخ فيه وأرغى وأزبد، ثم بدأ يحدثه: عبابو شنو كدير؟ واش عارف فين انت؟ دير عقلك وترزن ونعال الشيطان، رجع للرشد ديالك وعرف شنو كدير، هادشي راه غادي يديك غير للضياع. أجابه عبابو مهددا إياه برشاشه: بعد من طريقي ولا غنقتلك، حذاري راه ما كنضحكش معاك. تقدم المقدام لوباريس الكولونيل قائد المظليين بضعة أمتار بحذر وقد فرد ذراعيه على شكل صليب. أحسست بأنه أراد من وراء عمله هذا أن يحمي القصر بجسده بل بكل كيانه، وقد كان قادرا على ذلك. كرجل حازم كان ينتظر أول فرصة وأدناها لينقض على المتآمر وينزع سلاحه. بدا أنه على وشك القيام بذلك صرخ بكل قواه بصوته النافذ الذي زاد الأجواء كآبة: دير عقلك عبابو، راه كنعرفو بعضياتنا مزيان، فكر مزيان في هادشي، راه هادشي ما غيوصلك لوالو. أوقفه مخاطبه الذي تجاوزته الأحداث: بعد مني وبعد على طريقي إلا كنتي باغي تبقى على قيد الحياة. واش غادي يخاف لوباريس ويتراجع؟ لا، ماشي لوباريس اللي يديرها، غادي يجاوبو: التهديدات ديالك ما كتخلعنيش. وصل تقدمه بنفس الحيطة والحذر حتى يمنع عبابو من التقدم. غضب عبابو من عناد هذا الشخص، هذا الطارئ الذي سيضيع لا محالة المهمة التي كان يستعجل القيام بها. فضغط على الزناد موجها سلاحه إلى الجزء السفلي من الجسد. ضوت رشقات الرشاش وسقط الكولونيل لوباريس أرضا وقد اخترقه الرصاص. باش ما نسقطوش في التكرار لأن أحداث الصخيرات تحدثنا فيها من قبل في بعض الحلقات من شخصيات شاركت في الانقلاب. على كل حال غادي تمر الأحداث المعروفة في ال3 ساعات الشهيرة ما بين 2 و5، وفي اللحظة اللي غيأمر فيها محمد عبابو الجنود ديالو باش يتبعوه للعاصمة الرباط وغيخلي خوه محمد عبابو. كيوصف محمد الرئيس هذا الانسحاب ديال القائد ديالو من الصخيرات وكيقول: تناءت الصخيرات وراءنا وبدا لي أنني أحلم. قبل أن تنطلق شاحنتي ألقيت نظرة أخيرة على جسد الكولونيل لوباريس بالقرب مني وقد التف حول نفسه. بعد ما توجه عبابو للقيادة العامة واحتلال وزارة الداخلية والإذاعة والتلفزة باش يبين للشعب لأنه فعلا الانقلاب نجح ويقدر تنضم ليه وحدات أخرى إلى تقوى فيه قادة هذه الوحدات كبحال الكولونيل حبيبي اللي من بعد ما كان محايد غادي يوافق في آخر لحظة واللي غتكون عنده قصة بئيسة في هذا الانقلاب. بعد ما سيطر عبابو على القيادة العامة والإذاعة والتلفزة ووزارة الداخلية غادي يرسل الجنرالات ال4 اللي كان محتاجزهم في الصخيرات واللي رفضوا هذيك الساعة المشاركة. ربما في الأخير اعتقد البعض منهم على أن عبابو نجح في الانقلاب فقرروا البعض منهم على أنهم يمشيوا مع الرابحة. غادي يرسل الجنرال حمو للقنيطرة والجنرال بوغري للمكناس وغادي يرسل الكولونيل حبيبي
مستخيرات مرة أخرى باش يستمر في البحث. هنا غادي يتصيد الكولونيل حبيبي، غادي يتوجه الكولونيل حبيبي بعد ما استسلم أخيرا لعبابه، والمهمة ديالو كانت هي الرجوع للصخيرات وتحرير رهائن الأجانب والسفراء وإعفاء أعضاء الحكومة من المهام ديالهم وتنحية زعماء الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات المدنية والعسكرية وكاع اللي جات سميتهم في واحد اللائحة عطاها ليه عبابه واللي كان كاتبها أصلا الجنرال المذبوح. وكانت مهمته كذلك كتقتضي محاصرة قصر السخيرات، مواصلة البحث على الملك ومحمد أوفقير وأحمد دليمي. غادي يركب حبيبي في سيارة إركاط وجنبه محمد الغالو والسائق اللي كان سارجان أنيس، وموراهم 3 ديال الشاحنات عامرة بالجنود. في هذه اللحظة بالضبط اللي غينطلق فيها الكولونيل حبيبي نحو قصر السخيرات هي اللحظة اللي غيتغير فيها مسار الأحداث رأسا على عقب. وجدت نفسي أتجول داخل غرف القصر، سمعت أناسا يقرؤون اللطيف. نحن العسكريون لا نطق إجمالا. اعتبرت اللطيف الذي أسمعه بمثابة فخ يمكنني أن أسقط فيه، غير أن ثقتي زادت ما دمت مسلحا بما فيه الكفاية. توجهت نحو مصدر الصوت فطرقت الباب بقوة وطلبت من الأشخاص الذين يقرؤون اللطيف أن يخرجوا رافعين أيديهم إلى السماء، وهددتهم إن لم يفعلوا فامتثلوا لأوامري. لم أكن أعرفهم، فالأمر يتعلق بالملك الراحل الحسن الثاني شخصيا، والوزير الأول أحمد العراقي، ومحمد أوفقير، وأحمد دليمي، ومولاي أحمد العلاوي، وطيار الملك وآخرون. طلبت من هؤلاء الأشخاص الغرباء بالنسبة إلي أن يصطفوا بجانب الجدار وأن ينزلوا أيديهم وسلاحي موجه نحوهم. كل ما أريده منكم هو أن تشرحوا لي ما الذي يحدث، لأنني لم أفهم أي شيء. ما الذي يقع؟ فالمسؤولون قالوا لنا أن حياة الملك في خطر ونحن هنا لكي نحميه، غير أنه بعد دخولنا قصر السخيرات فهمنا أن المطلوب هو رأس الملك. نظرت إلى عيونهم الواحدة تلو الآخر وهم يرتجفون خوفا من أن أضغط على الزناد، وفي تلك اللحظة كانت قلوبهم تضرب بقوة وأرجلهم لا تقوى على حملهم، وهذا طبيعي حينما تكون فوهة الرشاش موجهة نحوك. طلبت منهم أن يشرحوا لي ما يقع بالتفصيل. تقدم شخص لا أعرفه تحدث إلي، فشعرت أن الصوت الذي يخاطبني أعرفه. بدأت أرتعد، وظهر ذلك من خلال رشاشي الذي كان يهتز بفعل ارتجافي. في تلك اللحظة خاطبني زعيمهم قائلا: أولدي، برد، أنا سأشرح لك كل شيء. من يتحدث معك هو صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني. أنا هو القائد الأعلى للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية. هل تريد أن تقتلني؟ هل أصبحتم كلكم مجانين؟ بعد ما غادي يعرف سرجان كنوش محوش على أنه قدام الملك والجسد ديالو كله كينتفض من شدة الخوف، لحقاش أكيد غادي تدور في راسو أفكار كثيرة، خصوصا أنه منذ لحظات قليلة كان مصوب الرشاش ديالو في وجه ملك البلاد. كيروي الملك الحسن الثاني التتمة ديال هذه اللحظة في كتابه ذاكرة ملك، وكيقول: تقدم واحد من التلاميذ ضباط الصف وأخذني جانبا وهو شاهر بندقيته في وجهي، وفجأة وقف وأخذه الذعر وعجز عن الحركة وقال: أأنتم؟ إنني لم أتعرف عليكم، فقد كنت حتى الآن لا أراكم إلا بالزي التقليدي أو العسكري، وكنت في ذلك اليوم أرتدي قميصا رياضيا وسروال. فأجبته على الفور: أجل، الآن قد تعرفت علي، فلتؤدي التحية العسكرية. هنا غادي يؤدي سرجان كنوش محوش التحية العسكرية راحة، غادي يتقدم في اتجاه الملك وغادي يبوس ليه يده، غادي يوقف مرة أخرى وغادي يسول الملك: فين صحابك؟ غادي يجاوبوه: هما غير هنا، ولكن خاصنا نتخباو لحقاش ممكن شي أشخاص يطلقوا علينا النار،
غادي يجاوبوا الملك غوت على 3 ولا 4. من بعد ما غادي ينادي على أصدقائه الطلبة، غادي يأديو التحية العسكرية وغادي يتقدموا عند الملك وغادي يبوسوا ليه يده. وهنا غادي يطلب منهم الملك باش يقراو الفاتحة، اللي تقريبا في هذه اللحظة تعتبرات كما لو أنها بيعة، وبالتالي هو عهد جديد. على الأقل الجنود هما المكلفين بالدفاع على الملك. غادي يبداو بقراءة الفاتحة بصوت عالي، لدرجة أن الأسرى اللي كانوا منباطحين في الجهة الثانية كانوا كيسمعوا قراءة الفاتحة. هنا غادي يبداو الجنود يوصلوا هذا الخبر لبعضياتهم، وبسرعة غيلتحقوا بكتيبة السرجان كنوش. وهنا غادي يبداو يصيحوا عاش الملك. وفي هذه اللحظة بالضبط غادي يدخل الكولونيل الكتوم اللي غيورط راسو في آخر لحظة، الكولونيل حبيبي. ويا لها من صدمة كبيرة منين لقى الملك حي والجنود دايرين به وكيحميوه، واقف أوفقير والدليمي حداه، وهذا الجنرال ماجور محمد البشير البوهالي اللي غيقول ليه الملك في هذه اللحظة بالضبط شنو كتسنى باش تقضي على الانقلاب. غادي يتقدم حبيبي عند الملك، غادي يبوس ليه يده وغيتمنى ليه طول العمر. غادي يأمروا الملك بالالتحاق الفوري بمراكش اللي كان قائد المنطقة العسكرية ديالها. غادي يشد سيارته وغادي ينطلق تجاه مراكش. بعد ما ضرب 300 كيلومتر في عز الليل غادي يتم اعتقاله من دارو من طرف الكولونيل بن حدو والمرافق ديالو من الدرك الملكي. وراو الامر بالاعتقال، امر دركيين باش يديروا ليه المينوط في يديه وغيعصبوا ليه عينيه وقطعوا به نفس المسافة في الاتجاه المعاكس، في اتجاه فرقة الإعدام، فين غادي يلقى الحتف ديالو على عمود إعدام رميا بالرصاص. كيقول الرئيس على الكولونيل حبيبي في كتابه من صخيرات إلى تزممارت، تذكرة ذهاب وإياب إلى الجحيم. كان الجنرال معروفا بسطوته إن لم نقل شراسته، ولهذا لم يكن يحب الاقتراب من مرؤوسيه. بعض الإشاعات شبه المؤكدة كانت تتحدث عن تعاطيه الأفيون. كانت العبارة الوحيدة التي فاه بها هذا الجنرال الكتوم والمنطوي طوال الطريق هي: لقد انضمت وحدات الجيش وأعتقد الآن أن الأمور ستنجح، ويبدو أن هذا اليقين هو الذي دفعه إلى المشاركة. يقول الكولونيل كنوش محوش في لحظة نكران للذات على أن قاع اللي عنق وباس رأس أو كتف الملك الحسن الثاني هم اللي كتبوا رفقتي صفحة جديدة في تاريخ المغرب المعاصر، إلا أنه مهما حاول يقتسم اللحظة المعلومة مع أصدقائه يبقى هو اللي انقذ الملك وبقى في سلك الجيش ووصل لرتبة كولونيل، كدليل على أن الملك شخصيا يعترف ليه بالجميل ديالو في الوقت اللي أصدقائه تورطوا بطريقة أو بأخرى مع بابه، فقط لأن الحظ ما سمحش لهم على أنهم يبقاو مع السرجان كنوش أو الكولونيل كنوش وتبعوا بابه للرباط. غادي يلتقي كنوش مرة أخرى مع الملك في الإقامة ديالو لمدة 5 ساعات. غادي يطلب منه الملك باش يحكي ليه الصغيرة والكبيرة في هذه القضية. وهنا من غادي ينتهي السرجان أنذاك كنوش محوش من سرد التفاصيل الكاملة ديال الانقلاب. غادي يأمر الملك وغادي ياخذ قرار اللي كان أول واحد سمعه هو السرجان الشاب. هذا القرار هو إعفاء كاع التلاميذ اللي ورطهم مع بابه في الانقلاب، أما الضباط خلاهم للمحكمة قرر مصيرهم. Je me suis dirigé vers Sa Majesté, je lui ai baisé les mains puis les pieds, je lui ai expliqué le cas, je lui ai expliqué que on nous a trompés, on nous a dit de venir défendre Sa Majesté, mais puisque nous avons appris par la suite que nous sommes contre Sa Majesté, je suis venu vers Sa Majesté, je lui ai expliqué le cas. Je lui ai dit que nous sommes là pour vous, les balles qui pourront vous atteindre, nous pourrons les arrêter, et que Sa Majesté le roi vive pour le Maroc.